السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين المكرونة القمر دي؟ طعمها وريحتها حكاية احلى من اللي بتجيبيها من بره بكتير. تعالوا اقولك انا عملتها ازاي. جبت بقى الطماطم بتاعتي، معايا ست حبات طماطم او 5 على حسب حجم الطماطمية اللي معاكي. هبدأ بقى ان انا اشيل الجزء اللي فوق بشكل دائر كده. هبدأ ان انا اشيلها من غير ما اهدر في الطماطمايه بتاعتي اهو، لان الجزء اللي فوق ده ما بيبقاش كويس، فما يستحسن ما يبقاش مستحسن يعني انتي تخليه. فهتبدأي ان انتي تشيليها. انا كنت شايله بقيه الطماطم بتاعتي، بس حبيت ان انا اوريكم انا بشيلها ازاي. هبدأ اجيب الحله او في كسرول اي حاجه انتي هتبدأي ان انتي تسوي فيها. نزلت بالطماطم عفوا. بعد كده بقى هبدأ ان انا بعد ما انزل بالطماطم هبدأ ان انا اجيب بصلاية وكام فص توم، وهبدأ ان انا انزل بيهم. هبدأ بقى ان انا ارفعهم على النار، بس قبل ما ارفعهم على النار انا هحط عليهم شوية مية صغيرين يعني مش كتير. وممكن ما تحطيش كمان مية، الطماطم تنزل المية اللي فيها. انا كنت ضفت بصراحة هنا شوية مية وسبتها. حطيت بقى الحلة اللي بتاعة المكرونة وسبت المية بتاعتي تغلي، وبعد ما غلت حطيت معلقتين ملح كبار، وهدوب المية هدوب الملح مع المية. وهبدأ ان انا اجيب المكرونة بتاعتي وانزل بيها. ده نص كيلو مكرونة، اي نوع مكرونة انتي حباه ممكن تعملي في الوصفة دي تطلع معاكي كويسة. الطماطم كانت هنا بقى بصوا، يعني انا حطيت بس ايه يعني شوية صغيرة خالص من المية. بصوا عملت ايه، ريحتها جميلة جدا. هي كده اتسبكت معايا كده خلاص استوت. طفيت عليها، والمكرونة كمان كانت استوت معايا بالشكل دوت. هطفي عليها برضو وابدأ اصفيها واغسلها، انزل النشا اللي فيها. بصوا شكلها ولا معجنة ولا مقطعة ولا اي حاجة. مكرونة اللهم بارك جميلة جدا من غير زيت ولا اي حاجة، ولا يقولك حطي زيت في مية السلق ولا اي حاجة. جميلة اللهم بارك. ركنتها على جنب. هبدأ بقى ان انا اضرب الطماطم بتاعتي، يا بالهاند بلندر يا بالخلاط. انا حطيتها هنا في الخلاط، وهبدأ ان انا افرمها كويس جدا عشان تطلع بيور معايا كده. بصوا القوام بتاعها تقيل جدا، يعني متسبكة جاهزة، مش محتاجة ان انتي تسبكيها تاني. حطيت معلقتين من الزيت، وهبدأ ان انا انزل بالطماطم بتاعتي. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، اللهم بارك جميلة جدا. هبدأ بقى ان انا اجيب مكعب ملح، ودي بهارات مشكلة، بحط معلقة منها صغير، وابدأ ان انا اقلبهم كويس جدا. وادوقيها تشوفيها اذا كانت محتاجة ملح تاني هتضيفي، مش محتاجة خلاص اكتفينا بكده. خلاص بقى خدت كده ايه يعني حاجة بسيطة من الغليان. وهبدأ ان انا انزل بالمكرونة بتاعتي واقلبها. بصوا المكرونة وجمالها، ريحتها جميلة جدا. إيه هقلبها كويس جدا بقى، وهبدأ ان انا اغرفها واقدمها معاكم. كده كنت غرفتها وقدمتها، ريحتها وطعمها حكاية. بجد جربوها هتعجبكم جدا. متنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.